ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايب فيديو النهارده يا شباب هيكون عن منصه جديده. طبعا قبل ما ادخل في المنصه او كده طبعا هتلاقوا ان انتوا بتدخلوا على جروب التليجرام بتاعي بيقول لك الرابط منتهى الصلاحيه. طبعا يا شباب انا دلوقتي يعني كان في منصه نصابه وكده، فانا دخلت الجروب بتاعهم وحذرت الناس، فدول يعني راحوا عاملين لي حظر الرقم بتاعي، والرقم محظور. يعني اما انت تيجي اما باجي ادخل الرقم بيقول لي الرقم محظور، وهبعت لكم دلوقتي للسكرين اللي بتجيلي. فلو حد يعرف يفك رقم او حد بيعرف يفك رقم الحظر بتاع التليجرام هسيب لكم صندوق في صندوق الوصف الانستا بتاعي، حتى لو بيفكوا بفلوس. تمام يا شباب؟ فدلوقتي خلينا نشوف شرح المنصة، وانا ان شاء الله هقدر افكه في اسرع وقت. طيب يا شباب نخش بقى في شرح المنصة. أول حاجة هنا المنصة بتشتغل بالجنيه المصري عادي، شغالة بقالها حوالي 20 يوم. بتسحب فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش. أنا ساحب أنا عامل إيداع بأورنج وساحب بأورنج كاش. تمام. اول حاجه تيجي هنا المنصه بتديك 100 جنيه. ال100 جنيه ديت يا شباب مش قابله للسحب. ال100 جنيه ديت مجرد هتساعدك في المهام. يعني انت مثلا هتحط 200، يعني ديت مثلا ب380 جنيه، هتحط 280 وتفتح ليفل 2 وتسحب وتسحب رأس مالك وأرباحك في نفس الوقت. بس ال100 جنيه مش بتتسحب يا شباب. تمام. انت لو انت عايز تعمل هتتك هنا عند تعبئة رصيد، وهتتك هنا عند شحن USDT. هتشحن USDT مع العلم ان عاملين الUSDT سعره ب22.25 مصر، فانت عبي بفودافون كاش، وكمان ما ينفعش تسحب بUSDT. هتسحب برصيد بس. تك هنا عند فودافون وتسحب وتتك المراد مثلا 500 جنيه مثلا. بس انت هتعمل الايداع باي رقم عادي، ممكن اورنج تتك عن تعبئة رصيد. تمام. يعني انت لو لغيت العملية ترجع تعمل تاني. تمام. بيقول لك رقم الهاتف المحمول، آه تقوم متك رقم الهاتف اللي انت تعمل منه. مثلا هتك 012. تمام. تمام كده انت عملته. تمام. هيقول لك انت هتتك هنا حساب التجمع، التك هينسخ وتروح تدفع. بيقول لك ملحوظة، يعني انت ما ينفعش عشان يعني يوصلوا لك الرصيد اسرع. لو انت عملت مثلا بالرقم ده اول مرة، اعمل بيه المرة التانية. وقت الدفع هنا لازم تعمل قبل ما الوقت ده يعدي. هتروح وتشحن الرصيد. طبعا يا شباب عشان انا شاحن قبل كده، وبرضه هوريكم اثبات سحب اهوت يا شباب. هنتك عند هنا ثانية بس يا شباب. نروح عند انا هنا بس يا شباب عشان المهام الساعة. المهام طبعا يا شباب يعني قبل الساعة، يعني المهام بتبقى الساعة 12 بتوقيت مصر، الساعة 12 بالليل. هتتك هنا عند سحب. لو انت عايز تسحب هتتك المبلغ المراد فيه. طبعا رسوم سحب، يعني لو انت مثلا هتسحب دول هيبقى الرسوم عندهم كام مثلا. هوريكم برضو دلوقتي 500 جنيه هيوصلوا 410، 90 جنيه رسوم سحب. تمام. زي انا كده ما سحبت، تم السحب بنجاح 528 جنيه، وصلوا لي حوالي 400 وحاجة، 400 وحاجة برضو. تمام. وهنا برضو في إن شحن الرصيد عملت ب250 جنيه. ويا شباب ديت لو انت عايز تعمل طبعا ممكن تجمع بشكل مجاني. كل حالة هتعملها ب85 جنيه. هنا بيقولك الفريق، هنا بيقولك برضو المستوى الأول 7 6، المستوى التاني 3، المستوى التالت 1%. تكة مثلا هنا عند أنا، بعد كده التكة عند يدعو. وهنا بيقول لك قم بدعوة مستوى واحد ب85 جنيه. كل صديق ممكن ما تعملش ايداع وتبعت الرابط لحد من صديقك مثلا، يوم داخل ب85 جنيه، وكل يوم هيجيلك حوالي 10 جنيه. وهنا القيمة ديت بتفتح لك كل ما تبعت لحد. وكمان تقدر اما توصل 280 المستوى ديت تتفتح لك على طول. ديت يا شباب كان كل حاجة برضو، وهوريكم برضو ازاي تعمل المهام. طبعا انا هنا ليفل 2، هنا بيقولك ب57 جنيه. بس انا هيجيلي 8 في حدود 28 27 جنيه، و27 جنيه التانية هتبقى في القيمة المضافة. ايه يا شباب القيمة المضافة ديت؟ القيمة المضافة ديت اللي هي بتكون اللي هو يعني ما ينفعش تسحبهم الا اما تضيف صديق ويعمل ايداع، فتقدر تسحب جزء منه. هنا بقول لجر الطلب. طبعا يا شباب المنصة يعني سهلة جدا جدا، وان شاء الله يعني هتطول معانا. فلو انت عايز تشتغل عليها حوالي اسبوع برضو، او تشتغل عليها 5 ايام عشان تكون ضامن يعني وكده تمام. بس هي شغالة بقالها حوالي 20 يوم. ولو انت برضو عايز تشتغل بشكل مجاني كل يوم 10 جنيه، يعني حوالي في شهر 300 جنيه، وهتقدر تسحب برضو، وعشان هيتفتح لك المستوى التاني.
طبعا هنا بيقول له هو الجار طلب المهام كده، انا على طول بيعمل المهام ودفع المنصة بنجاح. هتتك هنا عند الخطوة التالية. بعد كده مثلا تقول له عرض الارباح. طبعا عشان بس وقت الفيديو وكده، فانا يعني بخلص المهام يعني وكده مع نفسي. وبرضه يا شباب اقل مبلغ للسحب 350 جنيه. طبعا القيمة المضافة للتك هنا عند التلقي هتلاقي اتاخدت هنا عشان انا ما عنديش، بس بعد ما اخلص المهام هيكون عندي، بس مش هقدر اسحب 37 جنيه كله. وبرضه دعوة الاصدقاء هنا لو انت عايز تجيب لينكك. بس هنا يا شباب برضه تكة عند نسخ. وهنا برضو المستويات كلها وسعر المستويات. وبرضو هنا خدمة العملاء عشان لو انت واقف معاك اي حاجة، واتس وتليجرام. هنا انا بقول نظام المستوى المستوى واحد. هنا بقول لك برضو انت عايز تتعرف عن المنصة. وهنا برضو خدمة العملاء بس ما بيكونش متهيالي فاتحة دلوقتي. تمام يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وبرضه ما تنسوش يعني ان انا عشان يعني ما تفكرش الناس حاجه حصلت، انا التليجرام بتاعي حد وقفه زي ما عرفتكم، يعني بسبب اللي انا كنت بحذر الناس ان المنصه بتاعتهم نصب وكده، فهو قام بحظر رقمي. وبرضه زي ما شفتوا السكرين ان شاء الله، اللي هو انا بمنتج الفيديو هبقى هوريها لكم، اللي هو اصلا الرقم ما بيفتحش بيقول لي الرقم محظور. فاي حد يعرف يفك حظر حتى لو بفلوس مثلا، هيلاقي اللينك الانستا بتاعي يتواصل معايا وانا هكلمه. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.